جهود مستمرة تبذلها الحكومة الصومالية لإزالة آثار الحرب عن قطاع التعليم، توفير مناهج دراسية موحدة وبلغة صومالية للمرحلة الأساسية، وفرض تطبيقها على المدارس كافة، سياسة تعليمية جديدة. تقول الحكومة إنها تساهم في تطوير منظومة التعليم وإنهاء سنوات من الفوضى عانى فيها الطالب الصومالي أزمة اختلاف المناهج واللغات داخل البلاد. كانت هناك مناهج مختلفة في سنوات ما بعد انهيار الحكومة المركزية التي كانت تخرج طلابا مختلفي الفكر والثقافات، وبما أن هذا لا يخدم السياسة التعليمية للبلد، عزمت الحكومة الصومالية على التفكير في إصدار منهج صومالي موحد. 300 ألف طالب في أكثر من 900 مدرسة أساسية منتشرة في مختلف أقاليم البلاد يستفيدون من تلك المناهج، وبحسب القائمين عليها فإنها تساعد في تنشئة أجيال تتمتع بثقافة موحدة بخلاف المناهج الأجنبية القديمة التي كان الصومال يعتمد عليها طيلة 30 عاما الماضية. المنهج الجديد هو منهج جيد للغاية، إذ يوحد الطلاب الصوماليين ويساعدهم في فهم مشكلات بلادهم، كما يقضي على المناهج الأجنبية الكثيرة التي كانت تستعملها المدارس التعليمية والتي كانت تحتوي ثقافات وتقاليد أجنبية وتعالج مشكلات اجتماعية لم تكن ذات صلة ببلدنا. ويرى مراقبون أن تطبيق منهج دراسي موحد قد يساعد في تحسين نوعية التعليم، لكنه يواجه بتحديات على الحكومة التغلب عليها إذا أرادت الوصول به إلى مدن وبلدات خارج مقدشو. منهج كاس سدا لو سميي. هذا المنهج هو مهمة وطنية وخطوة إيجابية في تعزيز التعليم في الصومال، وسيزيل الفوضى التي كانت موجودة في المناهج الدراسية، ولكن هناك بالطبع تحديات أمام تنفيذه تتمثل في نقص الكوادر المدربة لتنفيذه، وخلافات الحكومة المركزية مع الإدارات الإقليمية التي تحكم أجزاء كثيرة من البلاد. توفير مناهج دراسية موحدة خطوة مهمة في مستقبل تعليم البلاد، يؤمل منها إحياء النظام التعليمي الذي شوهت صورته تبعات حروب دامت طويلة. المناهج الدراسية الجديدة قد تعيد الاعتبار لدور الحكومة في إدارة النظام التعليم الذي كان يعمل تحت إشراف مؤسسات تعليمية أهلية منذ سنوات، لكن نجاح تطبيقها في جميع المناطق يبقى مرهونا بمدى قدرة الحكومة على بسط هيبتها في ربوع البلاد كافة. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.